تأهل المنتخب الألماني اليوم. مالي لقن درسا كرويا كبيرا للمكسيك 5-0، أقوى حصة وأكبر حصة في منافسات دوري الثمن النهائي. مالي تنتظر اليوم المتأهل بين المغرب وإيران في مواجهة منتظرة كبيرة بين المنتخبين. المغرب الذي تصدر المجموعة، نعم تصدر المجموعة على حساب الإكوادور، على حساب إندونيسيا، وعلى حساب منتخب بنما، بينما المنتخب الإيراني الذي انتصر في بداية المشوار على البرازيل 3-2، لكن في نهاية المطاف أنهى دور المجموعات في المركز الثالث. هنا نتكلم عن حسابات على مستوى الأهداف، على مستوى المواجهات المباشرة. الصدارة إنجليزية، الوصافة برازيلية، إيران في المركز الثالث، وبالتالي المعطيات نعم في نهاية المطاف جعلتنا سنتابع إيران المغرب في دور الثمن النهائي بين متصدر هو عبد الحميد مع علي اللي يصنع 3 ولكن السقف الآن صار على وطة العبادية الركنية. مرفوع الكرة بالراس، هذه الإعادة الارتقاء والضربة الراسية من حسرة. هنا الحمود يعكس الكرة ولكن تمشي الكرة لكوتون. هنا يطيب من الارتقاءات الإيرانية والراسية برا. دارفيش هو من سدد ولكن تخرج، يرفع كرة نيمة في القائم الثاني بالراس. حمد تمشي إيرانية 1-على-1، المراوغة وبعد ذلك الحكم يقول خلاص. كوتون ودي صعبة. حموني هنا يعكس الكرة. حموني في مخاطرة كبيرة يا سعيد، ترفع كرة في القائم الثاني وطه. الكرة بعد ذلك تتحول إلى ركنية أخرى إيرانية، ترفع والمتابعة بالراس. يا طه يا طه يا طه يا طه يا طه، ماذا قلت يا طه؟ مادي تبادل جميل، تبادل جميل. كل ما كانت هنا الحموني في صراع، حموني يكسب امتازة جدا على يد مالي 5-0، بينما كرة أمامية وطابة والعرضية الثانية شيبة. وأنا قلت لا يمكن أن تنكمش للخلف طيلة. كرة مغربية في هذه اللحظات، مغربي فرصة مع علي والزواني. هل يفعل بودلال مرة أخرى في القائمة الأول؟ ذات إجراء القرعة الخاصة بالكان، يعني من حقيقة يعني لم تواصل في الكرة، وكان متوقع أنها ستذهب للدفاعات الإيراف الأيسر لعناصر المنتخب. إسماعيل يرفع إسماعيل تقدم يا الحموني، فرصة الحموني العرضية. أنس سريع، أنس يا أنس، الكرة 11 دقيقة. أيوب شيخون وبالراس الإشارة، يرفع كرة في المنطقة وبالراس. ناير بعد ذلك مع معلي. الناير كل الالتحامات. هنا الكرة على أمامية طاب معلي سدد. الحموني يمشي الحموني، يمر الحموني. ثم الوحيدة المعروفة ترفع الكرة والرأي بين الطرفين. شوط مقبول. المغرب يمسك الكرة، المغربي باريدي التبديل في خط وسط الميدان. شوت يا أناس، يحاول الدخول. أناس في الاستلام، أناس يحاول يمر والدفاع. حموني يلا يا حموني لوضعية التسلل. وهنا الخطأ. طه يتصدى حرة لفائدة المنتخب المغربي، لكن في شوف واضحة. مرور هنا، مراوغة وتسديدة. روعة منك يا الحموني، كنت قريبا من الهدف الأول، كنت قريبا. الكرة هنا تسديدة، جول. كتيبة يلا يا كتيبة، وخطير وجول. يا أناس غير معقول. هذه فرصة. الحموني حاول، الحموني مرر في اتجاه. هذا هو اللاعب الخطير، هذا هو اللاعب رقم 10. يحط الكرة لأناس، يمشي أناس ينقلها، التسديدة بعد ذلك المراوغة الثانية. طمع فيها الناير. لا يا ناير، طمعت. ممكن معاك يا بودلال، الراس. حمزة يرفع كرة، حمزة لا زالت مرة أخرى تمريرة. خطير وجول. ركنية مناطق الإيرانيين. هذه عرضية. أناس والركنية من ضربة تسديد. حذاري من التسديد ولكن بعيدة. علي يبحث عن التسديد لكن بعيدة. نيم العرضية خطيرة ولا دف الإيراني. إسماعيل جوليساي
يسجل أول أهداف المباراة لفائدة المنتخب الإيراني. هدف يأتي ضد مجرى اللعب، وهذا ما كنا نتخوف منه، هذا ما كنا نتخوف منه مشاهدي الكرام، أنه هدف مفاجئ، هدف مباغت، هدف يأتي ضد مسار واتجاه. كان في خطأ الزواني مر، الزواني يعكس هذه بالنسبة للمنتخب المغربي. استلام هذه الكرة العرضية، المتابعة للحارس حموني. الآن حموني يعكس الحموني قاتل من الجهة ديال الكرة. كان في خطأ معالي راوغ، معالي فيها خطأ وفيها انذار. الزواني برافو الزواني، والزان والعارضة وفرصة جول، لمسة يد ماذا، أي حظ عاثر هذا يقف أمام اللاعبين المغرب. حسين عبدي، كرة تمشي أمامية وطه تتفق، لكن الآن تعمل تغييرين في التوازن. طه يلعب دور المدافع، وقت بدل ضايع. هنا الكرة العرض الجزاء، محاولة وتسديدة من وزان، مساندة حمزة كوتون، يعكس كوتون في اتجاه وزان وبالراس. هذه جول، هذه جول، هذه جول، التعادل عن طريق العزاوزي، التعادل في الوقت البدل الضايع، التعادل بمجهود رائع من وزان. هذا الحموني يرفع في القائمة الثاني، ولا ننتظر بعد 90 دقيقة. لا الثاني، والمتابعة من الحارس الإيرانية بقامات طويلة، ولكن العزاوزي اتجاه وزان. الإيراني المغربي تمشي ناحية لعبة شليغمو، استلام حمزة بودلال يسدد، وزان يسجل. من السهل انك تلعب باش دار لعادة مجددا. عزاوزي برافو عزاوزي، نافاري بهدفين مقابل هدف واحد. نزيز هذا الحارس في جهه، كورتك يا طه، جابها طه طاير، يمشي لتنفيذ طاير، يقول للبرتغالي